هنعمل النهاردة مع بعض الفراخ الكريسبي المقرمشة بالدوريتوس. جميلة جدا جدا جدا. معانا فراخ اهي، انا متبلة الفراخ، متبليها من امبارح بالليل وحطها في التلاجة بحيث انها تشرب من الصوص كده وتبقى طعمها جميل. ادي الفراخ عندي، جبت صدور فراخ وقطعتها سلايس كده، قطع صغيرة كده اهي، بحيث ان انا اتبلها تتبيلة. طبعا انا قطعت الفراخ وغسلتها وجهزت هنا في البولة دي، حطيت معايا ملح وفلفل اسود وبابريكا وحبهان وتوم باودر، بصل باودر ومرقة باودر، وحطيت عليها معلقتين كبار كاتشب ومعلقتين كبار مايونيز ومعلقتين كبار لبن وليمونة ومعلقة كبيرة لبن، قلنا لبن وليمونة ومعلقة صغيرة خل، وقلبت كل الخلطة في بعض وسقطت فيها الفراخ وقلبتها اهو زي ما انتوا شايفين وسبتها بيتت في التلاجة. هنبدأ بقى دلوقتي هنعملها النهاردة الفراخ المقرمشة الكريسبي بالدوريتوس، بتبقى جميلة جدا جدا جدا، لازم تجربوها. اول حاجة معانا دقيق، الطبق ده حاطه فيه دقيق طبعا انا فرشه مفرش اهو عشان ما بهدلش الرخامه. حاطه هنا دقيق على بقسماط او دقيق على فيجيتار، تمام، وحط عليهم رشه توم باودر ورشه بصل باودر وقلبتهم مع بعض كده. هبدا انزل فيهم حته الفرخه اهي، هناخد الفرخه هننزلها في الدقيق، نخلطها كده في الدقيق والبقسماط، ونغلفها كويس كده بالخلطه. بعدين هنشيلها هنحطها في، انا مش عايزه دي بيض، هنحطها في البيض. انا مجهزه هنا بيضتين على فلفل اسود على حبه لبن، ونشيلها اهي وننزل بيها في الدوريتوس. هنغطيها بالدوريتوس كده اهو، هنغطيها كده بالدوريتوس اهو، نقلبها كده لغايه ما تتغلف بالدوريتوس. نضغط عليها بايدينا بقى كويس عشان تتغلف كويس في الدوريتوس اهي. انا جايبه كيسين دوريتوس حامي ودوريتوس بالفلفل الحلو، ملخبطاهم على بعض، كسرتهم ولخبطتهم على بعض. بس كده اهي. هناخدها ونشيلها في طبق كده على جنب اهي ونعمل الكميه كلها وارجع لكم اوريكم الكميه كلها، ونشيلها في التلاجة نص ساعه وبعدين نحمرها في زيت سخن. هعمل الكميه كلها وارجع اوريها لكم. ده شكلها اهو بعد ما حطيتها تبلتها في الدوريتوس. هحطها بقى في الفريزر نص ساعه او ساعه، وبعدين اطلعها احمرها في الزيت واوريكم شكلها. على لما الفراخ الكريسبي بقى تتحمر على النار واوريكم شكلها. هنعمل دلوقتي سلطه التوميه. معايا 5 فصوص توم ضربتهم، هحط عليهم في بطاطس سلقاها بطاطسايه سلقاها، هنزل عليها 4 قطع بطاطس كده واحط معاهم، اضربهم الاول، اضربهم طبق كده بس كده. احط بقى معاهم 3 معالق كبار زبادي، 1 2 3، ولو احتاجنا تاني هنبقى نزود. وهنحط المايونيز اختياري، هنحط حبة مايونيز اهو، ونضرب ده كله بقى مع بعضه. نحط الاول ملح وفلفل، هنحط حبة ملح اهو، حبة فلفل اسمر، ونضرب كله مع بعضه.
وشوف السمك بتاعها، لو خفيفة هنزودها بطاطس، تقيلة زي كده مثلا هقوم ايه اكمل عليها بقية علبة الزبادي. واضرب تاني. هي كده بقت جاهزة، نضربها كمان ضربة. طبعا لو لقيتوها تقيلة تاني تزودوها زبادي، لو ما عندكمش زبادي ممكن تزودوها سنة لبن في الاخر بعد ما الزبادي خلصت، تزودوها سنة لبن. اذا لقيتوها خفيفة قوي خفت منكم زودوا لها بطاطس. بس هي كده مظبوطة معايا، هي ما بتقعد بتبقى كده. بس هوريكم شكلها بعد ما اصبها في الاطباق. ده شكلها اهو بعد ما اتعملت، ودي السمك بتاعها اهو، فضيناها جميلة جدا، لازم تجربوها. لو عملتوا التومية دي بالطريقة دي مش هتعملوها بأي طريقة تاني، تبقى جميلة جدا مع الفراخ. نروح بقى نحمر الفراخ ونطلعها من الطاسة واوريكم شكلها بعد التحمير بقى عامل ازاي. ده كده شكل الطبق بتاعنا بعد ما طلعنا الفراخ الكريسبي. عملنا جنبها شوية بطاطس وصوص التومية اللي انا قلت لكم على الطريقة بتاعته جميلة، لازم تجربوها. اهي ادي الفرخة اهي، شايفين القرمشة؟ شايفين جميلة. طبعا انا سخنت الزيت جدا وبعدين حطيتها في الزيت ووطيتها، بعد ما سبتها كده 10 دقايق وطيت شويه، وما تقلبوهاش خالص الا بعد ما يعدي 10 دقايق وتلاقوا الايه القشره جمدت عليها، تقلبوها عشان القشره متقعش منها. لازم تجربوها، جميله جدا فراخ كريسبي، وهتعجب الاطفال جدا والكبار اكتر من الاطفال كمان. لازم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. يلا باي باي.